مساء الخير. اليوم حصور معاكم وصفة العجينة حقت الكيش اللي أنا أحب أستخدمها دائما لما أسوي الكيش في البيت. نشوف مع بعض المقادير اللي حنحتاجها. هي الوصفة مرة سهلة. أنا أسوي العجينة دائما زيادة لأنه الأطراف اللي تبقى أخبزها وأحطها جنب الكيش اللي يحب ياكلها. فحيكون عندي هنا 250 جرام دقيق، وعندي هنا زبدة مرة باردة مو شوية مجمدة يعني. عندنا سكر، السكر اختياري بس أنا أحب أضيفه لأنه صراحة يدي نكهة، يدي كده وزنية لذيذة للعجينة. ملح وموية مرة باردة. طيب عشان نبدأ نسوي العجينة حقتنا ممكن نستخدم الخلاط أو تسووها بيدكم. أنا صراحة أحب أستخدم الخلاط لأنه أسهل علي. فاللي حسويه دحين هحط الدقيق حقي جوة الخلاط، وبعدين هحط عليه الملح والسكر وهخلط شوية. هفتح الخلاط دحين وهضيف الزبدة حقتي. لما حاجي اخلط دحين حنخلط بالنبضات او بالبلسز الزبدة مع الدقيق، عشان ما ابغاها تصير مرة زي الرملة، لا ابغاها تكون فيها احجام شوية متفاوتة بس مو مرة كبيرة. هقفل دحين الخلاط. اعتقد كده خلاص. نشوف كده مع بعض. اوكي، شايفين الاحجام حقت الزبدة مختلفة وما هي وفي منها شيء زي الرملة. اهم شيء انها ما تكون كلها مرة ناعمة لانه لسه حضيف الموية وحنخلط كمان شوية عليها. كمية الموية اللي حنضيفها حتكون تقريبا نص كوب، يمكن اقل يمكن اكتر شوية على حسب الدقيق حقكم. اشيك عليها قبل ما اكمل باقي الموية. خلينا نشوف كده. اوكي خلاص عجينتي كده اعتقد انها ممتازة. الحين حشكلها واحطها على شكل قرص ونحطها في نايلون ونسيبها ترتاح على بعضها. انا حابة اطبطبها واخليها شوية نحيفة عشان اقدر بعدين لما نجي افردها يكون سهل مرة علي الفرد. كده خلاص الحين حلفها مظبوط، ما نبغى يدخل لها هواء، ونحطها في الثلاجة ترتاح. يفضل انه نخليها 24 ساعة، خصوصا هذا النوع من العجينة اللي يكون شوية موية شوية. يلا نبدأ نفرد العجينة حقتنا. قبل ما نسوي اي حاجة الصينية حقتي يفضل دائما ارشها بزيت او ادهنها بزبدة، اي صينية تستخدموها. هخليها على جنب عقبال ما نفرد العجينة حقتنا. نرش لنا شوية دقيق، نحط العجينة وهي باردة. أول حاجة دائما نسويها لما نيجي نفرد العجينة نحط شوية دقيق من فوقها. طيب أول حاجة إنها مرة يابسة إنها مبردة، نحاول نضربها بشويش. يلا خلاص كده خلصنا إن شاء الله، نكون مستعدين نفرد العجينة حقتنا. واحنا نفرد طبعا ندور عشان ندورها عشان نحافظ على شكلها الدائري. إذا في كراكس اضغطوها كده بيدكم عادي. هفرد الدائرة حقتي بقطر يكون أكبر من الصينية حقتي ب2 ل 3 إنش. حركة التزييت حقت العجينة حقتنا دايما تعرفوا فين تسووها دايما لما تكون تستخدموا صينية سيراميك. أنا دايما كنت أستخدم الصينية السيراميك بس عيبها إنه أحيانا تلصق علي لو ما دهنتها وتاخد وقت أطول في السوا. كده
عشان تشنها باردة فبسهولة اقدر اسوي الحركة دي. ودائما لما نسوي الباي التارت حقنا ندخل العجينة على تحت قبل ما نضغط، يعني من فوق على تحت كده، من فوق على تحت، عشان ما نخليها تتمط معانا وبعدين لما نيجي نخبزها تكمش. انا ما ابغى تكمش عليا. وفي حركة تانية كمان اسويها، انه لما اسوي الاطراف اخلي الاطراف حقتي شوية عالية، ما اخليها واطية، ارفعها شوية عشان اديها مساحة كمان، لانه العجاين اللي ما فيها بيض تكمش، اللي فيها بيض هي اللي ما تكمش. حسيت انه شوية كده لان علي من هنا. طيب الحين ايش حنسوي؟ حنتأكد ان احنا نضغط الاطراف كلها مظبوط من الحواف، نتأكد انها داخلة جوا في الفتحات. ولما تضغطوا حاولوا ما تضغطوا كده على برا، لا، خلوا ضغطتكم على تحت عشان العجين حقي ما بغى يصير يطلع على برا الزايد يصير نحيف. عموما يمكن كلام كتير بقول لكم هو، فكل واحد يسوي بس عجينته بالطريقة اللي يحبها. انا اسوي هذه الطريقة حقتي لما اسوي الكيش. الحين في الاطراف الحين في الاطراف حقتي حاجة اقص اخلي لي رم خفيف هنا في الاطراف تقريبا نص انش. الزوايد زي ما قلت لكم هستخدمها. الزوايد انا احب اخبزها كده على الحالة على جنب، وكمان احنا حنستفيد منها برضو لو انشقت علينا العجينة تشققت وقت الخبز وتحصل، فيكون عندي عجينة ألصق بيها أو أقفل بيها الفتحات. هذه العجينة حقتي. الحركة هذه اختيارية، اللي ما يحب يسويها. أنا حاخد الطرف وحتنيه على تحت على جوا، هاخد الطرف واتنيه على تحت على جوا. هذه أول خطوة أسويها. الحركة دي قلت لكم اختيارية، اللي يحب يسوي اللي ما يحب يسويها يعني. شوفوا عشان بس اوريكم يبان معاكم. هاخد دي على جوا كده واتنيها، هاخدها على جوا تحتها كده واتنيها على جوا. يمكن انا ماني فنانة في الكريمبينج، بس اهم شيء النتيجة النهائية، الطعم يعني. طبعا اكيد لو كنت بصورها يعني تصوير محترف اكيد هظبطها اكتر من كده، اشتغل عليها مظبوط. بس الحين يعني كاجوال للبيت، فما في احلى من الحين العجينة حقتي لانها لانت خلاص وانا بشتغل عليها، واكيد باين شايفين انتوا عندكم. بس حظبط الحواف من هنا، اتاكد ان هي على برا تمام. وإيش حنسوي دحين؟ هدخل العجينة حقتي في الفريزر، وححمل الفرن اخليها 20 دقيقة لين تتجمد تصير مرة باردة. وححمل الفرن حقي على حرارة 190 من فوق وتحت من غير مروحة. حنعمل لها بري بيكنج اللي هو بلايند بيكنج، يعني خبز مبدئي عشان تطلع معانا مقرمشة لما نسوي الكيش. العجينة الزايدة حقتي برضه هحطها في الثلاجة، حلفها بالنايلون ونحطها في الثلاجة لما نتأكد انه العجينة حقت الباي التارت حقتي انخبزت مظبوط. بعدين حخبز هذه يعني من غير شقوق. يلا العجينة حقتنا طلعت من الفريزر جاهزة. طب حسوي حركة بس أنا صغيرة أوريكم هي، لأنه أحيانا يلصق علينا القسطير ورق الزبدة على العجينة مع التقل لما نجي يحطوا عليه. لما نحن بنجي دائما نخبز العجاين هذه نحط عليها أثقال، صح ولا لا؟ اللي هي الويتس، هذه الباي ويتس. فأحط هذا أحسن تمام. بعدين حجيب القسطير حقي ونحط القسطير جوا، نتأكد إنه
القصير حقنا ماسك كل الحواف من جوا، عشان لما نحط الويتس تمسك جوتها الويتس، يعني تضغط على المنطقة نفسها، الأثقال حقتنا قصدي. ممكن تستخدموا ورق زبدة كمان، بس أنا لاحظت إنه القصير أحسن، أسهل يعني قصدي. ممكن تحطوا طبقتين، تحطوا طبقة واحدة من القصير. التخريم حخرمها بعد ما اطلعها من الفرن وادهنها بالبيض. ممكن تخرموها دحين لو تحبوا عادي. هذه الاولى، الحين احط الثانيه، هرجع احطها وارجع لكم. الحركه هذه ايش ميزتها كمان؟ انه تغطي لي الحفه اللي من فوق، ما تحمر علي بسرعه في الفرن لما اجي اخبزها دحين الخبز المبدئي. نحط الاثقال حقتنا، يفضل دائما نعبي العلبه، نعبي التارت حقتنا، نعبيها بالاثقال مظبوط. ولما نحطها نضغط، نتاكد انها دخلت في كل الاماكن. وقبل ما يسيح حقنا التارت حندخله على طول في الفرن. حنخبزه دحين على حرارة 190 من فوق وتحت تقريبا 20 ل 25 دقيقة، بعدين حنشيل القصير. كده خلاص خلصت ال 25 دقيقة حقتي. اللي حسويه دحين حنرفع القصير حقنا بشويش، الحركة هذه يا جماعة سووها مرة بشويش عشان ما يتكسر عليكم العجين، خصوصا لو كنتوا سويتوا زي اللي هو رفعتوا الادجز حقتكم. طبعا جنبي زبدية هنا على طرف احطها فيه. بسم الله. لانها حتكون مرة حارة. هذا التارت حقي. ايش حنسوي دحين؟ العجينة حقتنا ترى انتوا لا تحسبوا انه هي ما حتنكمش، ترى هي ممكن حتنكمش علينا شوية. انا دحين بس حخرمها تخريمة مرة خفيفة. اوكي، وبعدين حجيب بيض. البيضة اللي حتستخدموها في الكيش خدوا واحدة منها اخلطوها، ونحنستخدم منها شوية، يعني هي اللي حنستخدمه ممكن ولا ملعقة صغيرة، نقطة مرة يعني، بس عشان نتأكد انه العجينة حقتنا من تحت تكون مرة كريسبي لما نسويها، خصوصا في الكورنر. هذه الكورنرات مهمة عشان اول ما نحطه مع الحرارة حقت هذا اوريدي حقت هذا بتنطبخ. خلاص حرجعها الفرن دحين كمان يمكن 15 ل 20 دقيقة على حسب التحميرة حقت العجين حقتنا. ممكن دحين في الخطوة هذه عشان ما تحمر عليكم الأطراف كتير تستخدموا الباي كراست الشيلد هذه اللي هنا، أو تحطوا ورقة قصدير. أنا دحين حدخلها يمكن أبو 15 دقيقة من غير الشيل، لأنه حقتي لسه ما حمرت مرة كتير، فما حشيلها إن شاء الله. يلا شوفوا العجينة حقتي كيف خلصت. إذا كانت شفتوها هنا كده منفوخة شوية ترى حترجع تهبط مرة تانية. شوفوا كيف ممتازة. كمشت طبعا شوية، إحنا عاملين حسابنا إن هي حتكمش، بس ما كمشت كتير يعني، بس لمت على نفسها الحمد لله. لونها صار مرة حلو. أنا خبزتها تقريبا 15 دقيقة، ومتأكدة كاني من تحت حمرت ممتاز كمان. حنخليها شوية كده تصير دافية دحين قبل ما نجهز الحشوة حقتنا.